الدنيا مقلوبة. ترامب قالك حتى واحد ما غيبقى يدوز من مضيق هرمز وغادي نديرو حصار بحري على ايران، حيت قبل كانوا شي وحدين كيدوزو اللي كتخليهم ايران بحال الصين بحال روسيا والحلفاء ديال ايران عموما. دابا ترامب قالك اللي خلاتو ايران انه يدوز حنا ما غنخليوهش انه يدوز، يعني ما غيدوز لا اللي خلاتو ايران لا اللي خلاتو الامريكان. هذا هو اللي غيوقع دابا، وبوادر حرب كبيرة جدا جاية في الطريق. تخيل معايا انه خرجوا اخبار بان الاستخبارات الامريكية اكتشفت بان الصين ستزود ايران بقواعد للدفاع الجوي، يعني واحد القواعد هكا اللي غيتصداو للصواريخ والطائرات الامريكيه. ضيف على ذلك انه خرجت اخبار اللي قالت لك سيدي بانه كوريا الشماليه حتى هي ستزود ايران باسلحه الدفاع الجوي، وهذا الشيء كله تيقول لك بانه في الايام القادمه او في الساعات المقبله غادي ترون. زيد عليها ان الناتن اليوم مشى لبنان وصور لنا فيديو وكيتحدث وكيهضر وسط اراضي دولة اخرى، يعني رئيس وزراء دولة مشى لدولة واحدة اخرى بزي عسكري ومع عسكريه وصور لنا فيديو. يعني هذا الشيء كله اذا جبناه وخلطناه بعد فشل المفاوضات، يعني في زمان قياسي جدا، واللي كنفهموا منه ان 21 ساعة ما كافياش باش انك تفهم وباش انك تناقش. جاو بالليل مشاو في الصباح. هاد الشيء معنيته انه السلام عليكم، هاد الناس ما غيتفاهموش. وهاد الاخبار اللي كتقول لك بانه الصين تزود ايران باسلحه وترامب هددها قال لها باننا سنرفع الرسوم الجمركيه على الصين الى 50%. هذا هو التهديد الاول، وممكن تكون شي حاجه واحده اخرى، ممكن يرفعوا التهديدات، ممكن تكون مواجهه عسكريه، ممكن داك الشيء يكون عن طريق هذه الحرب ديال ايران نيت ان امريكا كتحارب الصين على الاراضي الايرانيه. هادشي كله وارد وهادشي كله ممكن. وروسيا طبعا عارفين حنا بانه راه كتزود ايران، لانه ايران في الحرب ديالها مع اوكرانيا كانت حتى هي كتعطي المسيرات. اما خلاص الاخبار الاستخباراتيه والمعلومات وهادشي كله راه كاين وموجود وكل شيء عارف بان الاخر تيعطي الاخر. المهم الخلاصه هي انه حاليا مضيق هرمز اتسد صافي السلام عليكم. وهاد الصوره اللي حاط لكم انا هادوك النقيطات اللي بالاحمر هي السفن المتوقفه حاليا، وسفن واحده اخرى هادوك اللي بالاخضر راه حتى هما غير مساله وقت وغيتوقفوا. يعني ازمه عالميه اكثر من داك الشيء اللي كان تنتظر العالم، مع العلم بانه عرقجي قال لنا بانه المفاوضات ستستمر، وبانه حاليا هذوك النقاط وهذوك المواقف وهذوك الشروط اللي قالتها امريكا وكذلك اللي قالتها ايران كل واحد غادي لبلادو باش انه يتشاوروا، باش انه يناقشوا، باش انه يوجدوا، باش انه كل واحد يقول اشنو غنقول في الجوله الثانيه من المفاوضات اذا كانت، لانه اذا استمرت التصعيد واذا وقعت شي حاجه واحده اخرى، لانه حاليا تيقول لك بانه حنا محتفظين بهذه الهدنه. وكاين اللي تيقول لك بانه كاينه قراءه ابعد لهذه الهدنه، هو ان كل واحد غيستغلها باش انه يوجد راسه للمعركه الكبرى التي ستندلع بعد الهدنه. هذا هو السيناريو الاقرب. هذا الشيء تيقولوه الخبراء، هذا الشيء تيقولوه المحللين، والعالم ومضيق هرمز غادي لواحد الاتجاه ديال الاغلاق الكلي، وإلا تغلق كليا وهذا الشيء اللي غيوقع نيت وهذا الشيء اللي وقع، فاكيد بان الازمه ستشتد، واكيد بانه داك الشيء اللي ما حلوش الحوار، اللي ما حلوش الحرب اولا ثم مشاو للحوار وما حلوش الحوار المفاوضات، فاكيد المسار ولا التسويه او الحل النهائي غادي يكون حرب مدمره جدا جدا جدا، واكثر عنفا واكثر تصعيدا واكثر جر الحلفاء ديال هادو بمعنى بانه العالم
امام ازمه كبرى، وربما نكون امام واحد الحرب اللي هي طويله وطويله 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 بزاف.